السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان، وجمعة طيبة مباركة عليكم جميعا. ولا تنسوا دوما الدعاء لإخواتنا في فلسطين، ربنا يحفظهم وينصرهم يا رب العالمين. الحقيقة صفقة محمد علي بن رمضان ما أعتقدش إن في صفقة في السنين الطويلة اللي الواحد تابع فيها الماركاتو عملت صخب وشغف شعبي وجماهيري واهتمام كبير قد صفقة محمد علي بن رمضان. وده يمكن أهمية اللاعب ده شيء مؤكد جدا، لأنه أنت بتستخدم لاعب في مستوى عالي جدا، عنده قدرات هايلة، لاعب دولي تونسي. الجماهير كمان حفظت اسمه من خلال لقاءات الأهلي مع الترجي، وبالتالي بقى مطلب شعبي كبير واهتمام جماهيري. ما اعتقدش في صفقة تانية قبل كده في التاريخ القريب خدت هذا الحيز الكبير جدا من اهتمام الجماهير. لكن الحمد لله إدارة الأهلي لأهمية اللاعب ورغبة المدير الفني ورفع مستوى الكواليتي أو الجودة للاعيبة النادي الأهلي والفريق النادي الأهلي بحجم طموحات الموسم الجديد إن شاء الله. لكل هذه الأسباب المسؤولين عملوا جهد كبير جدا في هذه الصفقة، كبير ومتواصل، وناس كتيرة قعدت من فترة طويلة تستعجل بالرمضان، وكان الامور ماشيه في منعطفات كتيره. وكنت دايما بقول للناس يا جماعه انت مش رايح السوبر ماركت تجيب لاعب وتيجي، تاخد بالك ان انت بتتفاوض مع نادي عنده لاعب، النادي عنده ارتباطات، اللاعب عنده كمان رغبات، الشركه اللي بتسوقه او الوكيل بتاعه، اطراف كتيره جدا متداخله في الموضوع. فبالتالي اخذت وقت كافي واخذت شروط كتيره، لكن الحمد لله النادي الاهلي عمل الهوم ورك بتاعه تماما، انجز الموضوع بشكل كويس. يبقى الاعلان الرسمي، لانه اللي باقي خلاص الاجراء البنكي ان انت بتبعت لهم الجزء الاول من القسط المتفق عليه وخلاص، وتستخدم اللاعب وتنهي المساله وتنجز وتعلن باذن الله تعالى. خلال الساعات اللي جايه ينتظر الاعلان الرسمي من جانب النادي الاهلي عن تفاصيل هذا التعاقد اللي انا بقول لكم هتبقى واحده من الصفقات المهمه جدا فنيا. ويمكن ناس كتيره عمال تقول لي يعني شكرا للكابتن محمود الخطيب انه استجاب لرغبات جماهير النادي الاهلي. طبعا مؤكد ان الكابتن الخطيب، ومؤكد ان لجنه التخطيط، ومؤكد ان شركه الكوره، ومؤكد ان اداره السكاوتنج، وكل الناس اللي اشتغلت، وامير توفيق، كل الناس اللي اشتغلت في ملف الماركاتو السنه دي عملت اقصى ما يمكنها. واذا كان امير بيشتغل في الاتصالات والعمل التنفيذي، قلت لكم انه كابتن الخطيب ما بيسيبش المسائل ديت لحظه بلحظه، فبتبقى الامور الى حد كبير جدا اندر كنترول، تحت السيطره بشكل كويس قوي في توجيه دفه المفاوضات، سواء في كل الاصعده اللي مشيت فيها المفاوضات مع عدد كبير من اللعيبه. وانتم شفتوا تقريبا ده اعلى ماركاتو الاهلي عمله من فتره بعيده. شفتوا انه كلها استجابه للراي الفني للمدير الفني. المساله مش استجابه للرغبات الجماهيريه او مطلب الجماهير. الجماهير مساله مهمه جدا، لكنه رغبه الجماهير منطلقه او منبعثه من الموقف الفني نفسه لاحتياج الفريق وقيمه اللاعب. فلما بيتوافق ده مع ده بيبقى شيء هايل جدا، لكن الاصل في المساله ان انت بتلبي طلبات المدير الفني في فكره بناء فريق قوي جدا يليق بالاهلي والبطولات اللي جايه. ده بالنسبه لمحمد علي بن رمضان، وفي انتظار الاعلان الرسمي من النادي ان شاء الله تعالى خلال اللحظات او الساعات القليله اللي جايه باذن الله. طيب، امبارح يمكن برضو جمعني حوار مطول هاتفيا مع اصدقاء صحفيين توانسه ومغاربه، وكان السؤال هو الاهلي ايه اغراءه للاعيبه المغاربه؟ لعيبه بتسافر اوروبا وبتحب تيجي للنادي الاهلي. لا الوداد قدر يرجع اللاعب بتاعه يحيى عطية الله او اشرف داري، ولا كمان الترجي قدر يرجع مثلا محمد علي بن رمضان، رغم ان الناديين انديه كبيره جدا وليهم طموحات كبيره هم اخرين. يعني الفرقتين بالصدفه رايحين مع الاهلي كاس العالم للانديه ان شاء الله في امريكا. هي الفكره كلها يا جماعه اغراء الاهلي، زي ما قال لي صديق تونسي، قال لي الاهلي اصبح بوابه المجد، حتى بنفس اللفظ المعطش ده، الاهلي اصبح بوابه المجد لكل لاعب كوره. ده شيء يدعو للفخر بجد، ويدعو بالتقدير لكل حد بيساهم في ده، إذا كان مسؤول النادي، إذا كان الجمهور، إذا كان الجهاز الفني، إذا كانت اللعيبة.
ان انت ترفع مستوى النتائج وترفع مستوى طموحاتك وترفع مستوى حضورك القاري وتبقى واحد من المسيطرين على دوري ابطال افريقيا، البطولة الاكبر في القارة، ده شيء رائع جدا. كمان انك انت يبقى عندك استقرار في فريقك، ان انت دايما بتفي بالتزاماتك، دايما بتدي كل لاعب حقه، محدش بيروح يشتكيك، ما بتاكلش حق حد، ده برضو سمعة طيبة. رقم 3 القيم المادية، خدوا بالكم دي نقطة مهمة جدا. انت بحجم استثماراتك الكروية وبحجم حضورك في البطولات والجوائز اللي بتاخدها والطموحات اللي انت رايح لها والاهداف اللي انت بتسعى اليها، كلها بتحقق لك موارد دولارية جيدة. السلام عليكم. بعد انضمام محمد عبد المنعم رسميا الى نادي نيس الفرنسي، ونزلنا لكم الفيديو اللي نزله نادي نيس لتقديم محمد عبد المنعم مدافع السوبر للنادي الاهلي وافضل مدافع في افريقيا كلها. محمد عبد المنعم هيبدأ مع التدريبات مع نادي نيس، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. كل الناس كانت متخوفة من موضوع احتراف محمد عبد المنعم، طبعا انا عارف ان نتائجه مش هتظهر دلوقتي، لكن انت تشعر ان النادي الاهلي في كل الاتجاهات بيشتغل، مفيش وقت. يعني لو كان في اجازات من المباريات والدوري، لكن مفيش اجازات في النادي بيبرم صفقات، بيتعاقد مع لاعبين، في انشاءات بتشتغل، في تعاقدات، في صفقات، في استعدادات على قدم وساق للموسم الجديد، في تظبيطات للارتباطات مع الرعاة، مع الموارد المالية اللي بتدخل للنادي من حقوق الرعاية والبث. فتلاقي ان النادي الاهلي شغال في كل الاتجاهات بالاستعداد الجيد للموسم الجديد. فده الوقت اللي بيلعب فيه دور الاداره الرئيسي ولجنه القرى. طيب، فدلوقتي شفنا بن رمضان واشرف داري، وشفنا كمان مفاوضات مع عمر الساعي، وان كنت اعتقد ان الاهلي في وجهه نظري الشخصيه مش محتاج عمر الساعي. عندنا كمان كان ممكن نستعانى بالقندوسي. القندوسي لاعب متميز وعنده عشق للنادي الاهلي، كان ممكن نكمل مع النادي الاهلي، خاصه ان اعارته مع سيراميكا كليوباترا انتهت. النادي الاهلي طبعا في اطار استعداداته للموسم الجديد هيبدا ان شاء الله في شهر 9 بطوله الانتر كونتيننتال، ودوري ابطال افريقيا في الدور ال 32 هيبدا في نهايه شهر 9. بطوله الانتر كونتيننتال دي اتكلمنا عليها، قلنا ان هي بطوله دوليه هتقام اول شيء بين العين الاماراتي بطوله في الدور التمهيدي وبطل اوقيانوسيا اللي هو اوكلاند سيتي، والفائز بنسبه 90% هيكون العين الاماراتي، هيلعب مع النادي الاهلي مباراه واحده في القاهره. وبعد كده اللي هيكسب هيتاهل ان شاء الله، يكون النادي الاهلي هيتاهل لملاقاه بطل جنوب افريقيا، بطل امريكا الجنوبيه اللي البطوله لسه شغاله، ما تحددش مين بطل امريكا الجنوبيه. بطل امريكا الجنوبيه والنادي الاهلي هيتقابلوا، واللي هيكسب هيلاعب في النهائي ريال مدريد، وبنسبه كبيره هيكون ريال مدريد، لان المدريد هيلعب في السيمي فاينال مع بطل امريكا الشماليه. فتشبه النظام القديم بتاع كاس العالم للانديه. لكن كاس العالم للانديه بنظامها الجديد اللي هتقام في 2025 دي هيبقى فيها 32 نادي، طبعا مشارك منهم النادي الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي، وكمان مامولودي سان داونز. الاربع فرق دول اللي مشاركين في افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه. النظام الجديد لبطوله كاس العالم للانديه موارد ضخمه، مكافآت ضخمه جدا، عن كل مجرد التاهل لكاس العالم بيضمن طبعا المبلغ مالي كبير حوالي 4 مليون دولار. ده غير بقى كل ما تعدي في دور اكتر كل ما بيتضاعف المبلغ اللي بيحصل عليه النادي الاهلي، بالاضافه طبعا الى ارتفاع قيمه القيمه السوقيه والاعلانيه والحوافز اللي بتيجي من الشركات الرعاه، والكلام ده كله بيدخل دخل كبير للنادي الاهلي، وبالتالي بيكون قادر على شراء لاعبين، تدعيم صفقات، انشاءات في النادي الاهلي في طريقه ان هو يكون نادي من اكبر الانديه تقريبا في العالم، هيتساوى مع الانديه العالميه في الدخول وفي الانشاءات والكلام ده كله، بالاضافه الى عنده اداره محترفه. هيبقى الفرق بينه وبين الانديه للاسف المصريه هيبقى قفزات كبيره جدا جدا. اعتقد ان المنافسه مع النادي الاهلي هتكون صعبه ان لم تكن مستحيله في المستقبل القريب، لان طبعا هيكون فرق كبير جدا في الاداره والتكنيك والاحتراف والتنظيم والسيستم
بين النادي الاهلي ومعظم الانديه. طبعا كان زمان كان الزمالك بينافس الاهلي لحد مثلا من كام سنه فاتت، لكن دلوقتي في بيراميدز طالع، لو التجربه بتاعته اكتملت ممكن يبقى منافس من بعيد للنادي الاهلي. نتمنى طبعا التوفيق لكل الانديه المصريه وتطور وتحصل على الاداره اللي تقدر تطور من النادي ويكون في اكتر من منافس للنادي الاهلي. لكن انا في الوقت الحالي اعتقد بنسبه كبيره الاهلي هو القطب الاوحد للكره المصريه.